قصة اليوم: خطيئة الآب أبو إبراهيم. كان هناك رجل يفكر في كل ما هو مهم بالنسبة له. حضر كل شيء ليحمي نفسه وأصدقائه. حفر الأنفاق، حفظ الطعام، خزن الماء. وماذا عن المواطنين في غزة؟ لم يبق لهم شيء. وماذا حدث عندما تلقى المواطنون إنذارا بالانتقال جنوبا؟ أبو إبراهيم لم يوافق. لماذا؟ لأن أبو إبراهيم لا يهتم إلا بنفسه وبأصدقائه. لهذا السبب يطلق أصدقاء أبو إبراهيم النار من داخل منازل الناس. نعم، أبو إبراهيم لا يهمه إذا المدنيين ماتوا. أبو إبراهيم لا يهمه إذا أصدقاءه ماتوا أيضا. أبو إبراهيم في النهاية لا يهمه شيء إلا نفسه، ولا يهمه إذا دفع كل الناس ثمن أخطائه إلا هو. لماذا لا يهمه شيء إلا نفسه؟ اسألوه، مجرد سؤال، لكنه لن يجيب. أبو إبراهيم صار له ساكت منذ أكثر من شهر ونصف، وأنتم تعرفون ماذا يقولون عن الذين يسكتون في وجه الظلم: الساكت عن الحق شيطان أخرس.